ما قبل مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك في انطلاقة الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسلام دونجا وحلقة جديدة من برنامج عطاير وما قبل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والزمالك، لأنها مباراة سيراميكا كليوباترا في بداية الدوري الممتاز نسخته الجديدة 2025. بداية الدوري بداية مهمة جدا جدا جدا، أنا سميتها مباراة أكون أو لا أكون. هتستغرب وتقول لي يا صديقي العزيز ليه يا عم اسلام أكون أو لا أكون؟ ده احنا لسه مباراة دوري ونقط ونجمع نقط ولسه بدري، يعني مش مباراة كاس عشان تقول كده. لا، أنا أعي ما أقوله تماما. ليه قلت مباراة أكون أو لا أكون؟ هنتكلم يا صديقي العزيز بالتفصيل في حلقة النهاردة، في حلقة مهمة جدا ما قبل مباراة الزمالك وانطلاقة الزمالك في الدوري الجديد بشكله الجديد وكل حاجة جديدة هنتكلم. بس في البداية استمرارا لدعم حضراتكم الفترة الأخيرة، طالما وصل لك الفيديو يا صديقي العزيز، لو انت مش مشترك في القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو انت مشترك معانا في القناة اللايك والكومنت والشير مهمين جدا علشان صوتنا يوصل لكل الناس. سيراميكا كليوباترا والزمالك وما قبل المباراة وبداية الموسم الجديد للزمالك في ثوبه الجديد وشكله الجديد بالتدعيمات اللي حصلت واتكلمنا عليها صديقي العزيز. هتلاقي هنا في القناة في بس مباشر اتكلمنا عن قائمة الزمالك وسكواد الزمالك، وقلت لك كل حاجة تخص سكواد الزمالك. فان شاء الله الزمالك يكون الشكل الجديد ده فعلا بقى على ارض الملعب بإدارة فنية جديدة مستر يانيك فيريرا اللي ليه أسلوب خاص وهنتكلم عليه دلوقتي في حلقة النهاردة، والجون إدوارد المدير الرياضي والجهاز الطبي الجديد الأجنبي، مدير كرة جديد، كل حاجة بقول لك زمالك بثوبه الجديد بشكل جديد، استقرار مالي وإداري بشكل كبير. فالزمالك داخل السيزون المرة دي أنا شايف إن كل حاجة بتقول إن شاء الله لازم بقى نشتغل صح. ليه سميتها مباراة أكون أو لا أكون؟ لأن هي ضربة البداية قدام فريق تقيل قوي، فريق رخم، فريق بيعرف يلعب كورة، فريق معاه مدرب بلغة الكورة، مش عيبا في شخصه يعني أو شتيمة ليه، عفوا والله ما أقصدش أكيد، لكن هو مدرب رزل، مدرب رخم، مدرب مقرف، يعني بيضايق أي حد يلعب قصاده. فأنت داخل مباراة صعبة جدا في انطلاقة الدوري، داخل بعد كل اللي انا قلت لك عليه ده، البدايات من كل شيء ده، فاي لا قدر اي حاجه لا قدر الله تعثر في البدايه هتهد الدنيا دي كلها، هتاخد معاها وقت شويه عشان ترجع تقوم تاني. هتقول لي يا صديقي العزيز ما الزمالك في الدوري بتاع 2014 اللي خدناه حصل تعثرات وتعادلات وبعد كده خدنا الدوري. مش دايما الاستثناء يا جماعه، مش دايما لازم يكون ده الصح. غير مقبول ان الزمالك ياخد ان ده يبقى ده في دماغ اللعيبه او في دماغنا، نقول لا قدر الله لو حصل تعثر لا عادي، دي اصبر اصبر اصبر، ده الدوري ده مختلف عن قبل كده. التاني كان دوري طويل من دورين بقى والدوري العادي، انما ده انت بتتكلم في نظام مختلف وتجميع نقط في الاول عشان تكون قريب، لازم في الصداره عشان الماتشات الدور الثاني بتبقى اقل مع الفرق اللي بتنافس كلها فبتكون اصعب، فالموضوع مختلف. فلازم الزمالك يبقى فاهم اللعيبه، الزمالك فاهم الكلام ده والجهاز الاداري والفني فاهمين اللعيبه الكلام ده. فمباراه اكون او لا اكون، لان لا قدر الله اي تعثر زي ما قلت لك هيهد الدنيا شويه ويخلينا عقبال ما نقوم هناخد وقت. هشبهها لك ببساطه يا صديقي العزيز، كانك انت لسه جايب عربيه جديده وماشي على الطريق السريع بسرعه جامده، وده اللي عمله في الميركاتو، ماشي بسرعه جامده بقى بالاستقرار بالصرف بالصفقات بكل ده، هي دي السرعه. فانت ماشي بسرعه وفجاه واحده حد جه قطع قدامك، انت هنا يا تبقى ذكي في ان انت تعمل الفنت مثلا، او ان انت تعدي المطب ده اللي اتحطيت فيه او المأزق اللي اتحطيت فيه من غير ما تلبس او العربيه تتقلب فعربيه جديده تبوظ منك وانت لسه ما لحقتش تعمل حاجه. هي بالظبط كده تقريبا. وهنا هنروح بعد كده من النقطه دي الذكاء بقى والحنكه هنا للمدرب واللعيبه. لازم اللعيبه تكون فاهمه ومستر يانيك بريرا فاهم هو هيلاعب مين. ما ينفعش الزمالك يروح بفكره يلا بينا بقى زي ما بيتقال في الوديات ان الزمالك فاتح الملعب وضاغط بقى ونطير الاجنحه والاثنين الوينجات داخلين للعمق والشغل بقى هجومي طاير طاير وتسيب ورا تك تك. سيراميكا كليوباترا مش هيسمع عليك.
فلازم مستر يانيك فيريرا ده هنا بقى الجزء الفني. مستر يانيك فيريرا لازم يخش المباراه دي هنا بقى بالعقل. هنا لازم ابقى فاهم انا هلاعب مين، ولا ودور هنا اللعيبه الكبيره عمر جابر، عبد الله السعيد، الونش، الناس التقيله دي تقعد مع المدرب ومستر جون ادوارد يفهم المدرب الكلام ده. انت هتلاعب فريق عنده مقومات، عنده حلول، عنده فتخلي بالك وتبقى في ذكاء في اداره المباراه. ما ننزلش بقى فاتح الملعب واقول اصل خلاص هستقبل، ما انا كده كده خطه مستر يانيك فيرات يقول لك انا هجيب، ما عنديش مشكله استقبل بس انا هجيب اكتر. ده في الدوري، والدوري المصري واسلوب الدوري المصري صعب. اللي بيجيب فيه الجون هنا بيروح راقد بال11 ويجيب ال6 ولا ال8 ولا ال10، ويجيب الناس اللي قاعده في البيت بقى شوف قيمته كام، ممكن يحطهم لك كلهم جوه ال18 ويا بقى اقعد حارب. فالموضوع لازم يمشي بعقل شويه ويمشي بذكاء، ان ازاي ادير الماتش، ازاي اخد اللي انا عايزه، ازاي اكسب ال3 نقط. ده المهم. انا مش مطالب مني اداء جبار قوي كزملكاوي في الماتش ده. هتستغرب، هتقول لي بعد اللعيبه دي عندنا كواليتي كويس وكمان مش هنلعب اداء جامد. انا مش عايز اداء في الماتش ده. اسمع مني واللي انا بتكلم بيه بناء عن وجهه نظر. ال3 نقط وبعد كده افكر في الاداء. احارب واموت نفسي عشان ال3 نقط قبل الاداء، اجيب جون واجيب التاني مثلا وابقى مرتاح، وابدا هنا اجيب الثقه والعب بقى الاداء الحلو. انما ما انزلش ابقى عايز العب كره هجوميه جامده وفرحتي اتغلب عشان مسمى ان انا العب كره هجوميه وكره حلوه واكسب واتغلب. لا. فريق سيراميكا كليوباترا مع كابتن علي ماهر افتقد كثيرا عن قبل كده، بس برضه لازال فريق كويس. يعني انت بتتكلم في فريق خسر القندوسي، خد بالك القندوسي ده لعيب كبير قوي 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 بشكل كبير، يعني تقريبا هو 80 90% من قوه سيراميكا. سيراميكا خسر زلاكا، لعيب برضه كان جناح رخم قوي. فانت بتتكلم ان هو خسر بعض الحلول اللي كانت عنده. لكن خليني اقول لك ان فريق سيراميكا كليوباترا عنده بعض اللعيبه كويسه، يعني ضم من الاهلي كريم الدبيس، خد بالك كريم باك كويس هجومي وعنده يعني يزيد، بس طبعا انت هتلعب على عمر جابر، يعني المفروض عمر جابر ما فيهاش تهريج. بس انا بكلم هنا، سيبك من الزمالك دلوقتي، بكلمك عنده عناصر كويسه، عنده احمد هاني باك يمين خد بالك كويس، والاهلي والزمالك كانوا عايزينه. بتتكلم ان هو جاب عمرو السوليه خبرات ولعيب في نص الملعب، بقى هنا الرؤيه زي حاجه كده زي عبد الله السعيد في الزمالك، يبقى هو اللي بيدير فرقه سيراميكا. فلعيب برده مش قليل عمرو السوليه. بتتكلم في محمد عادل لعيب في النص برده مزعج وبيجري كتير وبيسدد كتير وبيخش ال18، يعني لعيب برده مزعج. بتتكلم في عمرو كلاوه بتاع سموحه، زمالك فوضه من فترات، خد بالك نص ملعب رايق، لعيب حلو برده. عندهم في الجزء الهجومي او صانع العاب احمد بالحاج برده لعيب كويس بيعرف يوزع لعبه، لعيب ممتاز. في الهجوم فخر لقاي لعيب رخم وبيطلع بقى يعني بينزل يشارك في لعبه وتلاقيه رايح زي السهم سريع. هنا المشكله اللي بقول عليها بتاع يانيك فيريرا، ما فتحش الملعب عشان فخر لقاي بينزل يستلم ويروح بوشه، هتبقى مشاكل كبيره. بنتكلم في ايمن مكه جناح برده سريع ورخم، والزمالك لازم يخلي باله. عندهم دي اهم العناصر اللي في قائمه سيراميكا. سيراميكا اخطر نقطه لازم مستر يانيك فيريرا يخلي باله منها، وهي اسلوب كابتن علي ماهر دايما العرضيات. كابتن علي ماهر يعني هو لما كان في المصري ولما راح سيراميكا السنه اللي فاتت، خطورته كلها او القوه الجباره في الخطوره اللي بيشكلها علي ماهر من العرضيات، سواء بقى كره ثابته سواء كره متحركه، هو دايما بيخلق كثافه. وشرحنا كتير ان هو دايما عنده الجناح واحد منهم دايما بيكون واخد الخط ده اللي بيشتغل مع الباك عشان يعمل الاوفرلاب والعرضيات، الجناح الثاني يخش يبقى جنب المهاجم، ومركز 10 و8 كمان بيزيد يخش جنب المهاجم، يخلق كثافه جوه ال 18، فيبدا يعرض سواء بالراس او اللي ساقطه ترد، فهو بيشكل خطوره كبيره في الكور العرضيات. دي نقطه القوه الوحيده اللي في سيراميكا كليوباترا، يعني مش الوحيده انا اسف، هي يعني اكتر حاجه خطره في سيراميكا. بعد كده بيدور على حلول ثانيه بقى، ان فخر لقاي ينزل يجمع لعبه ويعمل دبل باص، يعمل الدبل باص. خد بالك فخر لقاي خطر جدا في دي، ومعاه ماهر بيعملها لما ينزل يستلم، فيلاقي مثلا بالحاج يلاقي الجناح يخش معاه، هو خلاص لما نزل استلم يعمل باص ويجري يستنى ياخد الثانيه في المساحه، ورجليه فظيع. خد بالك فخر لقاي فظيع، اول ما يشوف مساحه تلاقيه ودى بيمينه وبشماله. فلازم نخلي بالنا من الحاجات دي. ده بالنسبه لفريق سيراميكا. بالنسبه للزمالك، الزمالك لازم مع مستر يانيك فيريرا يلعب بناس
تديله ان انا اقدر اتحكم في الملعب، اقدر في امان في الملعب، اقدر ابقى انا اللي ماسك الملعب. اعمل زي جوزيه جوميز، طالما عايز ابقى مزود الهجوم ابدا الاول بفكره ان انا امسك الكوره، ادور الكوره كتير، امنع الخصم انه يمسك الكوره. فهنا دي نقطه كويسه ان انا دافع، ده افضل وسيله للدفاع، هي دي، امسك الكوره كتير الاول. الزمالك لازم يشتغل واللعيبه تبقى عندها دوافع، ولازم تبقى نازله بتحارب وفاهمه كويس قوي ان الماتش ده لا محاله عن الثلاث نقط. لازم اللعيبه تموت نفسها. انا بقول لك في جمهور هيجي وراكم لحد السويس ان شاء الله، الساعه المحدده هتخلص التذاكر، وجمهور الزمالك هيروح ياخد التذاكر كلها، وهيكون جنب اللعيبه، مش هيسيب الفريق. فانا متاكد ان الجمهور هيعمل اللي عليه. انت هنا استغل بقى حافز الجمهور والدافع ده، انزل من اول دقيقه، لازم ابقى شرس، لازم ابقى بقى شرب نازل. انا بدي جرس انذار لسيراميكا، انا نازل بقول لك خليك هنا في ال 18 ما تطلعش. انا نازل من اول دقيقه داخل عرضيات، تسديدات، دبل باص، كره سريعه. لازم الزمالك يعمل لازم اللعيبه تعمل كل الكلام ده، مهم جدا. احنا دلوقتي مش هكلمك ومش هعرف اجيب لك حالات واقول لك انت بتتكلم على مثلا سيراميكا هيلعب ازاي، الزمالك يخش بمين، لان طبعا يعني انا بكلمك هنا عن بدايه سيزون، اول مباراه، لسه مش عارف مستر يانيك فيريرا هيفكر ازاي، هيروح لاني تشكيل. انا هقول لك التشكيل اللي في الغالب ممكن يكون هو اللي يحصل. ده توقع او قرايه المشهد، انما ان انا مش هديك معلومه مليون في الميه. الموضوع ده بقى مع الوقت هنبدا ان شاء الله مع الماتشات، هنكون حفظنا مستر يانيك فيريرا، ادارته الماتشات، التشكيل الاساسي، التبديلات، الحاجات، طرق اللعب، نبدا ساعتها نتكلم. انما الحلقه النهارده مهمه جدا في ان احنا بنتكلم على البيزكس اللي اللعيبه لازم تفهمه. فالزمالك لازم اللعيبه لازم ننزل نعمل الكلام ده، نبقى شرب بقى ونحارب على الماتش، وكل الالتحامات ناخدها، السكند بول كله نجيبه. لازم الموضوع اللعيبه ما تاخدوش ده اول مباراه وبراحتنا، الكلام ده ما ينفعش، ما ينفعش تماما. التشكيل الاقرب او المتوقع من وجهه نظري، او انا بص مش عارف اقولها لك متوقع ولا التمني، انا بص خدها كده، هي ميكس ما بين الاثنين. انا يعني تقريبا ان شاء الله الزمالك ممكن يلعب بمحمد صبحي حارس مرمى، او المهدي سليمان، يعني مش عارف، بس انا تقريبا الاقرب هيكون صبحي. ليه؟ لانه بيلعب رجله كويس، والمدرب يانيك فيريرا عايز يلعب كوره. الزمالك هيلعب في قلب الدفاع بنسبه كبيره حسام عبد المجيد والونش، يمين عمر جابر، شمال بنتايج. لحد دلوقتي لسه زي ما احنا السنه اللي فاتت. بتتكلم في الغالب هيلعب اتنين في نص الملعب، دونجا وشحاته بنسبه كبيره، وهيبقى معاهم عبد الله السعيد، وهيلعب جناح غالبا ناصر ماهر مع شيكو بنزا، وفي الهجوم ناصر منسي او عدي الدباغ، مع ان استبعدها، بس هنقول الطبيعي ناصر منسي. فكده الزمالك في التشكيله دي انا ما قلتلكش حد من الصفقات الجديده غير شيكو بنزا. ده في الغالب الاطار اللي هيدور. يانيك فيريرا لو حب، خد بالك هنا بقى النقطه اللي هي فيها خطوره، ان هو لو حب يلعب بشحاته 6 عشان يطير بقى الفريق، والقصه دي هتبقى خطر. فانا هنا الافضل ان هو يحط شحاته، وهيبقى قدامه وجنبه عبد الله السعيد، هيبقوا الاثنين، ويلعب باحمد حمدي 10، ويلعب بناصر ماهر جناح. يبقى انت عندك هنا بتتكلم في المجموعه دي كلها، ما بين الجناح ناصر ماهر وحمدي 10 وعبد الله 8 وشحاته 6، بتتكلم في المجموعه دي كلها كويره. يبقى هنا مطالب منك انك ما تخسرش الكره تماما. خلاص انت هنا فقدان الكره بزعله لو يانيك فيريرا راح للفكره دي، وممكن تحصل، خد بالك ما تستبعدهاش. بس طالما انا مجمع اللعيبه دي كلها كويره في الملعب، يبقى انا هنا لازم ادير الكره تفضل تدور كتير قوي في رجلي، ما تتقطعش. معايا لعيبه كويره، ما ينفعش بقى الكوره تتقطع، انت حطيت كل الناس اللي بتعرف تلعب كوره. اجمع بقى لعب وافضي شيكو بنزا السريع، يبدا افضي له مساحات مع ناصر منسي، يبدا ياخد انصاف المساحات بسرعته، ونبدا نجري بقى اللعيب في المساحات، ونشكل خطوره، ونشتغل ونسدد ونلعب كوره. ده التشكيل اللي في الغالب هيدور، اللي ممكن ان شاء الله نشوفه يوم المباراه. انا حطيت لك تقريبا البيزك بتاع التشكيل ده في الغالب. فخلينا نشوف مستر يانيك فيريرا هيفكر ازاي، دماغه هتروح لايه، هيبدا بمين، طريقه اللعب هيفتح زي ما قلت لك، ولا يحذر يحط الاول دونجا وشحاته، فاتنين عندهم ميزه ان هم بيستخلصوا، يقدروا يرتدوا ويجيبوا الكوره، ولا هيستغنى عن دونجا ويلعب بشحاته وعبد الله وحمدي وناصر.
مش عارف. هي دي النقطه اللي هتكون فيها خلاف شويه، فخلينا نشوف مستر ياني فريرا هيعمل ايه. بس اتمنى ان هو يدير المباراه بذكاء، والناس تتكلم معاه وتفهمه ان انت هتلاعب فرقه محترمه جدا. المهم جدا في المباراه دي قبل ما افرض طريقتي وابقى عايز العب كره هجوميه وان انا اطير الفريق كله والكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله، المهم ان انا اجيب الثلاث نقط، وده النقطه الاهم، ولازم مستر ياني فريرا يعرفها واللعيبه تعرفها. الجمهور كده كده عارفها وهيعمل اللي عليه. مفيش تقصير 1/10% من الجمهور في الماتش ده، وانا متاكد. واي ماتش جمهور الزمالك بيعمل اللي عليه 101% على طول. الدور هنا على اللعيبه والجهاز الفني. احنا مش مطلوب منكم غير اول 3 نقط، لان هم اللي هيحطوكم على الطريق السليم ان شاء الله. بعد كده المباراه اللي بعدها مفيش مباراه في الدوري سهله، لكن مقارنه بسيراميكا، بيراميدز، الاهلي، المصري، الفرق اللي هي طبعا سكواد كويس وفرق تقيله، اللي بعد كده مقبول بقى ما بين المقاولين هنبدا ايه واحده واحده ان شاء الله نعدي لحد الخمس ماتشات بما فيهم مباراه المصري. يا على ال 15 نقطه في الخمس ماتشات، شكرا. وده لازم اللعيبه تفهم ان الخمس ماتشات دول قبل التوقف مباريات كؤوس. 15 نقطه يجوا بالطول بالعرض. مليار% انت هتكون راكب الدوري اول. وقلت لك قبل كده ليه، اقولها لك تاني، مليار%، 15 نقطه في الخمس مباريات دول انت راكب الدوري، لان الاهلي هيطلع باي وبيراميدز هيطلع باي، والاهلي وبيراميدز هيلعبوا بعض. فانت ركبت الدوري رسمي فهمي نظمي، بقى انت اللي عندك اريحيه تلعب بالثقه. اظن الكلام واضح والرساله واضحه للعيبه، واتمنى ان هم ما يخذلوناش، وان شاء الله يكون موسم خير وفتحه خير علينا جميعا ان شاء الله. ده كان كل اللي معانا النهارده بخصوص ما قبل مباراه الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري، والتشكيل المتوقع ونقطه خطوره سيراميكا كليوباترا مع علي. يا صديقي العزيز، طالما وصلك الفيديو وانت مش مشترك في القناه، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وده فضلا وليس امرا. ولو انت مشترك في القناه، اللايك والكومنت والشير مهمين جدا 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 علشان صوتنا يوصل لكل الناس. كان معاكم اسلام دونجا في حلقه جديده من برنامج عطاير. نتقابل دايما على خير يا صديقي العزيز، سلام.